إذا محتارين شو تطبخوا اليوم، جربوا معي هاي الأكلة لبنية بالدجاج. أكلة سورية من المطبخ الحلبي، طيبة كتير وبيحبوها الكبار والصغار. يلا نحضرها سوا خطوة بخطوة. أول شي بنقع هون مقدار كاسة رز وبحطها على جنب. وهلأ منحضر الدجاج، عندي هون معلقتين سمنة بقلي فيهن صفن مقطع. طبعا فيكن تستخدموا فروج كامل، فيكن تستخدموا فخاد، فيكن تسلقوا الفروج. هاد الشي بيرجع لكم حسب الرغبة وحسب الإمكانيات. منحط المطيبات للسفن، غار، قرفة، منحط بهارات ومنحط الملح. وبس يتقلوا منيح آخر شي منحط التوم، منقلي التوم معن. وقبل ما نطفي تحتهم بشي دقيقتين منضيف النعناع اليابس. وهلأ منحضر اللبن، عندي هون كيلين لبن صفيهم منيح بالمصفاية. أنا بفضل صفي اللبن بأي أكلة بتخص اللبن المطبوخ. بعدين بحط لكل كيلو لبن معلقة نشا، دوبن بشوية مي وبضيفن على اللبن. وبضيف كاسة مي لكيليين اللبن. طبعا انتو فيكن تحطوا كاستين، بس أنا بحب القوام يطلع تقيل. إذا بتحبوا القوام يكون أخف حطوا كاستين لكل كيلو كاسة. وهلأ بحركن منيح وبعدين برفعن على النار، وبضل بحرك اللبن لحتى يغلي، ما بتركه أبدا. بس يغلي منيح متل مو شايفين بالفيديو ضيف الرز المنقوع وبحركه كل شوي مشان ما يلزق الرز. وبيبلش يتقل القوام شوي شوي، نتركه على النار ومنحركه كل شوي لحتى يستوي الرز على الأخير. طبعا فيكن تدوقوه للرز وتتأكدوا إنه استوى. وهلأ فيكن تضيفوا الملح، وكمان فيكن تضيفوا ماجي، بس ما تنسوا إنه الدجاج مملح بالأساس. وبس تتأكدوا إنه الرز استوى بتضيفوا الدجاج والثوم وبتتركوهم سوا 10 دقايق على نار ضعيفة. وهيك بتكون أكلتنا جاهزة. وهلأ بتسكبوها، فيكن تاكلوها سخنة والأساس إنه ينعمل معها برغل بشعرية، وفيكن تحطوها بالبراد وتاكلوها باردة. أنا هيك بفضلها خصوصا بهذا الجو. أكلة كتير طيبة ومغذية وبتنعمل بأي وقت وكتير بحبوها الأطفال. جربوها واعطوني رأيكم بالتعليقات، وإن شاء الله صحة وعافية.